رماح بدأت بالباشمهندس محمد نجيب رماح سنة 1998. اشترى مزارع في اسكندرية الصحراوي في المزرعة دي اللي احنا بنجيب الناس فيها عشان نفرجهم على المكان. وبعد كده الموضوع تطور بقى في مزرعة تانية في وادي النطرون 120 فدان، ومصنع بقى اللي احنا بنصنع فيه في السادات، مدينة السادات. ده المصنع اللي احنا بنعبي فيه وبنعصر فيه رماح وبنعمل فيه كل حاجة. استهدافنا الأساسي هو التصدير، عشان كده المنتج بتاعنا إلى حد ما هو طبعا كواليتي، وفي نفس الوقت السعر قصاد السوق المصري مش يعني مش زي السوق المصري قوي، بس احنا الباكجينج والكواليتي وكل اللي احنا باصين عليه احنا عايزين نطلع اول ازازه زيت زيتون من مصر، نطلعها ازازه نوصلها للرفوف بره تبقى ازازه زيت زيتون صنع في مصر. احنا مش عايزين بقى نبطل فكره ان احنا نطلع زيت الزيتون بتاعنا اللي هو الكواليتي بتاعته حلوه جدا نديه لبلاد بره بالاطنان كده، في الاخر هم يرجعوا لنا ازايز غاليه مستورده واحنا اللي في الاخر بنتضرر في الموضوع ده. احنا كده ما استفدناش حاجه. احنا الهدف بتاعنا ان شاء الله ان احنا نبقى على رفوف في بلاد كتير بره مصر ان شاء الله يعني.